بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عنوان الحلقة، النهاردة يمكن 21 مارس. كل أمهات مصر بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة المفروض اللي بيسموه عيد الأم. وطبعا المفروض الأم معاها 365 يوم في السنة كلها أعياد يعني. لأن لو حاولنا نوفي بس جمايلها علينا في كل يوم مش هنلحق نوفي لو العمر كله حتى عشنا خدامين تحت رجليهم يعني. فزي ما قلت لكم قبل كده يمكن في حلقة فاتت، اللي والدته عايشة يوطي يبوس على ايديها ورجليها. واللي والدته توفاها الله يعمل لها صدقة باسمها او يعمل لها حاجة هي كانت بتنصحه دايما بيها، بحيث ثواب الحاجة ديت يروح لها ان شاء الله بإذن الله. ربنا يرحم الجميع، الأحياء والأموات ان شاء الله بإذن الله، ويوفقنا لطاعتهم دايما يا رب. عنوان الحلقة النهاردة بخصوص المكملات الغذائية في رمضان. واحد بعت لي مسج على الخاص على الواتساب، بيقول لي يا كابتن انا باخد قال لي على اسم يعني مكمل غذائي معين. انا باخده في رمضان، باخده منتظم فيه شوية قبل رمضان، ولكن مش جايب معاه نتيجة قوي في رمضان. فهل اكمل زي ما انا في رمضان ولا اوقف؟ فقلت له انت بتتمرن بقالك قد ايه؟ انا اعرفه من زمان، بس هو كان موقف فترة كده تمرين يعني سباحة وفتنس، وبعد كده رجع يتمرن تاني. بس اتمرن مع نفسه، ما كانش تحت اشرافي يعني. وخد المكملات مع نفسه، لان هو عارف ان هو لما يقول لي هاخد مكملات هقول له لا. فما رضيش يقول لي غير بعد اما ايه، دخل رمضان وبيسألني بقى. فسألته قلت له انت منتظم عليه بقالك قد ايه؟ قال لي منتظم عليه بقالي اسبوعين قبل رمضان. فقلت له قولا واحدا، وقف في رمضان. ليه قلت له وقف في رمضان؟ لسبب بسيط جدا. اولا هو ما انتظمش عليه مدة طويلة قبل رمضان، فما لحقش يجيب معاه نتائج قوية جدا يخسرها في رمضان. تمام. قال لي طب ما انا كده هخسر كتلة عضلية. قلت له ايوه، هتخسر كتلة عضلية في رمضان وترجع تبني من اول وجديد. احسن ما تحاول تحافظ على الكتلة العضلية اللي مش هتعرف تحافظ عليها في رمضان بشكل كويس، حتى لو ضعفت الكمية، وترجع تبوظ حاجة من اجهزتك الحيوية. لان المكمل اللي هو بياخده ده، اولا لازم يتاخد في سن كبير. يعني يتاخد في سن مثلا فوق ال16 او فوق ال17 او 18 سنة، علشان يبتدي يشتغل مع جسمه كويس، يبتدي اكتف، يشتغل في وجود هرمونات ذكورية كويس، فيبتدي يديله كتلة عضلية بشكل كويس. وفي نفس التوقيت تكون أجهزته الحيوية شغالة بكامل كفاءتها وكامل طاقتها. الكليتين شغالين بكفاءة وانتظام، الكبد شغال بكفاءة وانتظام. وزي ما قلت قبل كده، اللي ياخد مكملات غذائية لازم يكون تحت إشراف طبيب، وفي تحليلات قبل وتحليلات بعد. طيب دلوقتي هو كان بياخد كرياتين كويس، ماشي. اكمل في رمضان ولا اوقف؟ قلت له لا، وقف. ليه؟ لان الكرياتين اولا محتاج كميات ميه كبيره، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت اصلا وانت صايم محتاج في وقت الفطار تاخد كميات ميه اكبر. فاللي خلاني اقول له وقف قولا واحدا ايه؟ اولا ان هو ما خدوش كميه وفتره طويله قبل رمضان، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان هو انا عارفه بطبيعته ما بيشربش ميه كتير، ده بطبيعته. آه، الحاجة اللي بعد كده ان اصلا المركب دوت الكرياتين اصلا بطبيعته محتاج كميات مية كبيرة جدا علشان يبتدي يدوب كويس، يخرج من الجسم بشكل كويس، يروح للعضلات بشكل كويس، والزيادة يتصرف يخرج من الجسم بشكل آمن، ما يترسبش على الكلى او ما يترسبش على الكبد، ما يعملش سايد افكت ليه، لان هو زيادته مضرة. فانت لو بفرض ان انت خدت كمية مناسبة ليك، الكمية دي بالتأكيد مش محسوبة بالملي. الكمية دي اكيد اكيد كل جسم مختلف عن التاني. فممكن انت تكون الايديال مثلا تاخد جرام في اليوم، ماشي كويس، خدت جرام في اليوم، بس انت جسمك مش محتاج غير نص جرام، اذا انت عندك نص جرام زيادة كل يوم. فانت لو انتظمت عليه مثلا لمدة اسبوعين ثلاثة أربعة، إذا أنت عندك نص الكمية متهدرة ومتخزنة جوه جسمك بلا فايدة. طب ديت متخزنة فين؟ عبء على الجهاز البولي بتاعك، عبء على الكلى عندك. ثم لما بتحصل مشكلة في حاجة،
بقية الجسم كله بيتأثر. فمش هتكتشف دوت غير لما تبتدي تعمل لك لا قدر الله بعد الشر يعني حصوات، املاح، تلاقي مشاكل عندك في البول، تلاقي مشاكل عندك في عدم انتظام البول، تلاقي مشاكل عندك في يعني حاجات تانية ذكورية لا داعي لذكرها يعني. ولكن القصة وما فيها قولا واحدا قلت له لا، وقف وارجع اعمل تشيك من الاول، اعمل تحاليل من الاول. قلت له متابع مع دكتور؟ قال لي لا مش متابع. لازم تتابع مع دكتور تغذية رياضية. اعمل تحاليلك، روح لدكتور يظبط لك اكلك الاول. ظبط الاكل تمام، ما ظبطش الاكل يبقى ما ينفعش تاخد مكملات. لازم الاكل مظبوط، لما يبقى فيه زيادة لازم تزود بعد كده بمكمل ماشي، يبقى تحت اشراف الطبيب دوت، وتحاليل قبل وتحاليل بعد عشان الدنيا تبقى ماشيه مظبوطه معاك. فمن فضلكم يا شباب لو سمحتوا، بعد اذن حضراتكم، لو سمحتوا محدش ياخد مكملات بشكل عشوائي. انت في رمضان اللي ممكن تاخده بشكل آمن، في رمضان اللي ممكن تاخده بشكل آمن، ودي نصيحة مش روجيتا، أنا مش طبيب، تاني بأكد مليون مرة بقول أنا مش طبيب، أنا راجل بشتغل في الرياضة، راجل خريج تربية رياضية وبشتغل في الرياضة. مش من وظيفتي ولا من صلاحياتي إن أنا أدي روجيتا. الروجيتا دي بيديها طبيب. أنا من وظيفتي إن أنا ممكن أدي لك نصيحة تراجع فيها الطبيب بتاعك. بقول لك لا أنت جسمك ممكن يكون محتاج كذا، الطبيب بقى هو اللي يحدد كذا ده يتاخد قد ايه وازاي وفين وبكام وامتى وليه، ويتاخد ازاي. هتاخده حقن ولا تاخده باودر ولا تاخده كبسولات ولا تاخده ايه ولا تاخده ايه، وفقا لتحاليلك وفقا لحالتك وفقا لسنك وفقا لحاجات كتير قوي. فمن فضلكم لو سمحتوا اي حد، راجعوا نفسكم تاني، اي حد بياخد مكملات وقف فورا، راجع الطبيب اللي انت بتتعامل معاه. لان الطبيب في عدم وجود الطبيب انت بتعرض اجهزتك كلها الحيويه لخطر انت مش حاسبه ولا هتعرفه غير لما تلاقي نفسك وقعت. تقول لي طب يا كابتن ما الناس كتير بتاخد والناس كتير بتعمل، ناس كتيره بتاخد وبتعدي وبسلام وزي الفل ومية مية، وناس كتيره بتقع. ناس كتيره بتقع او بتكون باينه ان هي كويسه، وانس ان هي خدت الحاجات ديت تبتدي هي دي القشه التي قسمت ظهر البني ادم، تلاقي نفسك وقعت. فليه تعرض نفسك لخطر؟ من فضلك كبيرك تتغذى كويس، تاخد كفايتك في التغذية، تاخد كفايتك في الخضروات والفيتامينات الطبيعية. عايز تزود زود مالتي فيتامينز اللي موجود في الصيدلية العادي تمام مفيش مشكلة، ولكن بطريقة معينة. تاخد الجرعات الآمنة بتاعته، تشرب كميات مية كبيرة. ما تاخدش المالتي فيتامينز لمدة أكبر من شهر، وقصادها توقف شهر. تاخده لمدة شهر وقصادها توقف شهر، أو تاخده لمدة 20 يوم وتوقف 10 أيام، أو تاخده 20 يوم وتوقف 20 يوم. على حسب، في مدارس كتيرة في موضوع الفيتامينات دوت، إن أنت تاخد زي ما تاخد واحد لواحد أو واحد لاتنين. يعني تاخد الفيتامينز لمدة مثلا شهر وتوقف شهر، أو تاخد شهر وتوقف شهرين. في مدارس تانية تقول لك لا، نص الواحد ممكن تاخد شهر وتوقف شهر، وتاخد شهرين وتوقف شهر، على حسب انت هتاخده لإيه وعلشان ايه. فانا واحد من الناس عن نفسي بشكل شخصي ماشي على الكلام دوت بشكل شخصي ليا انا، وانا عارف جسمي ماشي ازاي والحمد لله الدنيا ماشيه معايا تمام. باخد مالتي فيتامينز قبل رمضان بشهر، تمام كده، وفي شهر رمضان بس، واوقف على كده شكرا. بقية السنة ماشي أغذية طبيعية، ما بزودش اي مالتي فيتامينز الا اذا لقيت في تحليل. انا بعمل تحليل نص سنوي، ابص الاقي في مشكله عندي، لا ابتدي ازود شويه. لو